اليوم بعلمكم شلون تسوون المضروبة البحرينية بطريقة وايد سهلة. أول شي علشان أختصر الوقت استخدم جدر الضغط حق الدياي، حطيت شوية بصل عليهم ثوم وزنجبيل ونزلت دياي، ودايما حق المضروبة يفضل تستخدمون دياي بالعظم. بعدها حطيت عليهم ماي حار ونطرت الدياي يفوح وشلت الزفر ونزلت المطيبات وكتمت الجدر. هذا شكل الدياي عقب ما يستوي وينضع عندكم في تقريبا 20 دقيقة. بعدها راح استخدم جدر المضروبة، وانتوا استخدموا اي جدر عندكم. حطيت سمنة، كمية راهية من الطماط، يفضل طماط بحريني، فلفل بارد وشوية ماي حار علشان يذبل الطماط بسرعة. الدياي سلجته بهذه الطريقة ونزلته على المكونات، اخلطه لين يتجانس، خلطوه عدل. بعدين حطيت ثوم وزنجبيل نفس اللومي الأسود اللي فحت فيه الدياي، وحطيت معجون طماط علبة كاملة، المضروبة تحب معجون الطماط. بعدها أخلط المكونات كلها مع بعض، أتأكد أن معجون الطماط انحمس عندي. راح أنزل عليهم البهارات المذكورة تحت الفيديو. وأهم شي في المضروبة إنكم تتأكدون إن بين كل خطوة وخطوة تقلبون كل المكونات مع بعض، تعطونها راحتها في الطبخ وتخلونها تتجانس. المضروبة تحب الخضرة الورقية، أنا حطيت كزبرة وشبنت وسلك. حطوا كل الورقيات اللي انتوا تحبونها، أنا ما أحط فيها غير هذه الخضرة. نخلطهم كلهم، نتأكد أن الخضرة تذوب عندنا بهذه الطريقة. بعدين أسكر على الجدر، أخلي تقريبا 10 دقايق لربع ساعة، أتأكد أنه ذوب. أحط على الخضرة والحمسة اللي سويناها ماي سلق الدياي، أخلي الماي يطبخ مع المكونات كلها، أخلط بين فترة وفترة، أغطي الجدر مرة ثانية وأخليه يطبخ. بعد ما يفور الماي أنزل كمية اليريش اللي عندي. في ناس تسوي المضروبة بالعيش، بس أنا أحبها باليريش. أخلط كل بين فترة وفترة مرة ثانية علشان ما يمسك في قاع الجدر. سكروها وخلوها تطبخ، وكل ما حسيتوا إن مايها قل زيدوها، ترى ما تأخذ وقت في الطبخ، في ربع ساعة بتحسون إن المضروبة استوت. وهذه شكلها. أهم شيء إنكم تضربونها بهذه الطريقة بالمضرب، تطقون المضروبة في طرف الجدر علشان تذوب كل المكونات اللي عندكم. سهلة، هذا القوام النهائي المطلوب. بعدها تحطونها في صحن التقديم، ترصونها بهذه الطريقة، تصبون عليها زبدة أو سمنة، وهذه شكلها النهائي. جربوها وعطوني رأيكم. علينا وعليكم بألف عافية.